ابتديت بدايات كويسه في الاول شويه، وبعد كده ابتديت تقع، عندك اصابات، عندك كول بالمر، عندك مثلا في لعيبه كان كتير ما بتشاركش زي مثلا روميو لافيا اللي انا مثلا شايفه لعيب من اللعيبه المؤثره في نص الملعب. ريس جيمس مثلا يعني الحمد لله اخيرا ابتدى يشارك ماتشات كتيره في الموسم. كوكوريا برضو ابتدى يجيب فورمه. بس انا شايف ان ممكن مثلا بالنسبه لي، شايف ان وجهه نظري يعني ان تشيلسي كروبرت سانشيز مش دايما بشوفه الحارس اللي هو يعني يقف قوي ان هو يقف في تشيلسي. انتوا عندكم كان في بيتر تشيك. بالظبط. انت حتى انزو ماريسكا طلع يتكلم عن الدفاع، وهو كان طلع يتكلم ان انا يا جدعان انا محتاج مدافع، ما تجابلوش المدافع بتاعه. فهتلاقي دايما ان دفاع تشيلسي مش يعني لا مش ده الدفاع اللي هو يقدر يقف في تشامبيونز ليج، يقدر يقف في دوري، يقدر مش زي ليفربول عندهم فان دايك، زي زي كويس، عندك كايسيدو، عندك أيوة. انزو. هجومك برضو انت يعني اعتمدت تشيلسي في الفتره الاخيره ان هي تجيب ما تجيبش هجوم، بتجيب دايما ناس اللي هو ايه يعني. انت شفت جيتنز من دورتموند، جبت جو بيدرو من برايتون، جلاب من اللي هو الفولس لاين ده بالظبط. انت بتلعب على فكره ان انا مش عايز اجيب نجم قوي، استيفاو من بالميراس، بس انت عايز تجيب حد تبدا تنجمه زي مثلا بالمر لما جابه من السيتي. بس في الاول وفي الاخر بتبقى محتاج دايما حد زي تياجو سيلفا كده لما كان موجود. لازم كابتن، لازم حد يقود الفرقه. اللي هو بيعملها دلوقتي انزو اللي هو اصلا سنه صغير، او ريس جيمس برضو اللي هم مش كبار قوي في الفرقه وما عندهمش خبرات طويله في سنين كبيره قوي. فانا شايف مشكله تشيلسي الحاليه دلوقتي طبعا اصابات كتيره، طرد اخر فتره كتير قوي، كل ماتش تشيلسي طرد منها لعيب، والدفاع تشيلسي سيء جدا.